بيبدأ الفيلم بظهور دان وهو مقاتل كان بيشتغل في الجيش الأمريكي، وبيقابل مراته إيمي، وفي وسط الحفلة بيقعد دان مع بنته موري وبيتفرجوا على مباراة كأس العالم اللي المفروض بتتلعب في قطر سنة 2022. وفي وسط المباراة وجوه الملعب بيظهر نور غريب وإشعاعات كتيرة جاية من الفضاء الخارجي، وبيخرج من الإشعاعات دي مجموعة من الجنود الأمريكيين جايين من المستقبل. وبيخاف اللعيبة جدا، وبيخاف دان وموري على المشهد المرعب ده اللي بيشوفوه في التلفزيون. وبتظهر الرقيب دييز وبتقول لهم انهم جايين من المستقبل، وتحديدا من بعد 30 سنة من دلوقتي، وبتعرفهم انهم جايين ياخدوا جنود من الارض عشان يحاربوا معاهم كائنات غريبة في المستقبل. والكائنات دي قضت على اغلب سكان الكرة الارضية، عشان كده اخترعوا جهاز يرجعهم الماضي وينقلوا بيه محاربين من الماضي للمستقبل عشان يحاربوا الكائنات دي اللي بيسموها الكائنات البيضاء المفترسة. بتبدأ الأخبار تنتشر في العالم كله، والعالم بيصيبه الذعر والخوف، وبتبدأ الحكومة تجمع ناس متطوعين وبيعملوا عليهم اختبارات عشان يبعتوهم المستقبل عشان يحاربوا الكائنات الفضائية المجهولة. وبيختاروا دان وبيكشفوا عن مستقبله في جهاز الكمبيوتر، وبيعرفوا انه هيموت بعد عمر قصير، عشان كده بيكون ترشيحه للسفر كبير لانه عمر قصير على الارض. وبيبدأوا يحقنوه بجهاز غريب في ايده عشان يتعرفوا على مكانه وما يحاولش يهرب من السفر لحرب المستقبل. بيقابل دان زوجته إيمي وبيشرح لها اللي حصل، لكنها بتخاف جدا وبتطلب منه انهم لازم يهربوا. وبيتحرك دان وبيوصل عند ابوه سليد في مخزن قديم، وبيطلب منه انه يساعده في فك الجهاز اللي في ايده عشان يهرب من حرب المستقبل. وبتدور بينهم مشادة في الكلام لان سليد كان فاكر ان دان جاي يسلمه للحكومة عشان غضبان منه بسبب اللي عمله في امه والتاريخ اللي بينهم. ودان بيغضب منه جدا وبيقول له انه هيقطع علاقته بيه، وانه مستحيل يرجع ليه تاني ولا يعرفه على اسرته او بنته موري، وبيسيبه ويمشي. وبيتحرك دان وبيجهز نفسه وبيودع بنته ومراته، وبيروح للمختبر اللي بيجهزهم عشان يسافروا للمستقبل. وبيبدأوا يلبسوهم لبس غريب وأسلحة غريبة، وبينبهوا عليهم إنهم لازم يضربوا الكائنات اللي هيشوفوها في البطن أو الراس عشان يقدروا يقتلوهم. وبيعرفوهم إن مهمتهم هتدوم لمدة 7 أيام في المستقبل، وبعد نهاية ال7 أيام الجهاز اللي في إيديهم هيرجعهم للأرض مرة تاني بشكل تلقائي. وبيتعرف دان على مجموعة من المسافرين معاه لحرب المستقبل، وهم جاتور ونورا ودوريان. وبيعرفوا ان دوريان راح قبل كده لحرب المستقبل ونجح انه يقتل مخلوق من الكائنات البيضاء الفضائية المفترسة، وانه تطوع لتاني مرة عشان يسافر للحرب ضدهم. وبتبدأ تجهيزات السفر للمستقبل وبيخافوا جدا، وبيظهر نور كبير عشان ينقلهم واحد ورا التاني لحرب المستقبل. وبيوصلوا للمستقبل وبيتفاجئوا ان المدينة كلها متدمرة بسبب الكائنات الفضائية الغريبة. وبيحصل اتصال بين القائدة موري من المستقبل وبين دان، وبتطلب منه انه يتحرك هو ومجموعته عشان ينفذوا عملية انقاذ لمجموعة من العلماء اللي حصرتهم الكائنات الفضائية في مختبر للأبحاث في المدينة وكانت بتهاجمهم. وبيوصل دان ونورا وجاتور وباقي المجموعة وبيلاقوا آثار تدمير في المختبر كله، وبيتفاجئوا ان كل العلماء ماتوا بسبب الكائنات الفضائية. وبيبلغ دان القائدة موري بالخبر ده، فبتطلب منه انه يجيب عينات من الكائنات دي. وبيتحرك دان وفريقه وبيوصل للعينات وبياخدها معاه، وبتبدأ أول الكائنات الفضائية العملاقة في الظهور ليهم ومهاجمتهم بشراسة، وبيضربوا عليهم نار عشان يتخلصوا منها، لكنها كانت كائنات قوية جدا مفيش حاجة بتأثر فيها. وبتبعت القائدة موري مدرعات عشان ينقلوا بيها دان وفريقه قبل وصول الضربة الجوية، لكن الكائنات الفضائية بتوصل للمدرعات وبتدمرها. وبيبدأ دان يهاجمهم مع فريقه، لكن في الوقت ده بتوصل طيارات الضربة الجوية وبتبدأ تحدف القنابل على المدينة، وبتبدأ الكائنات في محاصرة دان وفريقه. وبيحاول دان انه يهرب،
لكن نورا بتضحي بنفسها وبيهرب دان وباقي الفريق، وبتوصل طيارات الجيش وبتدمر المكان اللي فيه نورا، وبيتصاب دان مع باقي الفريق من شدة القنابل لكنهم مش بيموتوا. بيفوق دان وبيقابل القائدة موري، وهنا بتحصل المفاجأة وبيعرف إن القائدة موري هي نفسها موري بنته الصغيرة لكنها كبرت في المستقبل، وبيطلب منها دان إنه يعرف إيه اللي حصل له في المستقبل، وبتعرفه إن حصلت مشكلة كبيرة بينه وبين مراته إيمي وساب فيها البيت وساب موري وهي صغيرة وحصلت ليه حادثة ومات. وبتوصل موري مع دان للعش بتاع الأنثى الكبيرة من الكائنات الفضائية، وبتعرف دان إنهم لازم يمسكوها عشان يجربوا عليها سم جديد بتخترعه موري عشان يقتل الكائنات دي. وبيدخل الجنود الكهف اللي موجود فيه الأنثى الكبيرة وبيحاولوا يحبسوها جوه القفص الفولاذي عشان يقبضوا عليها، لكنها كانت شرسة جدا ومش بيقدروا عليها. وبتحاول القائدة موري إنها تحبسها في القفص بمساعدة رجالتها. في الوقت ده بيوصل كل الذكور من الكائنات الفضائية عشان يحموا الأنثى، ودان بيبدأ ينزل من الطيارة عشان يحمي بنته موري، وبينجحوا انهم يحبسوا الأنثى الفضائية وبتطلع الطيارة بالقفص. في الوقت ده بيوصل ذكور الكائنات الفضائية وبيبدأوا يهاجموا دان وموري، وبينجحوا يهربوا منهم بأعجوبة من خلال أحد المدرعات اللي كان دان بيسوقها، وموري بتستخدم سلاحها في مهاجمة الكائنات. بتوصل الأنثى الفضائية للمختبر وبتحاول موري إنها تكتشف حل للسم اللي اخترعته، لأنها كل ما تحقن بيه الكائنات الفضائية بيخرج من أجسامها مادة مضادة للسم ومش بيأثر فيها. وبعد عدة محاولات قدرت توصل أخيرا للسم المناسب اللي هينفع إنه يقضي على الكائنات الفضائية. وفي الوقت ده بتفوق الأنثى من المخدر وبتبدأ تطلق إشارات وأصوات بتنادي بيها على الذكور، وبيحاول حراس المختبر إنهم يمنعوا الكائنات من الوصول للمختبر، وبيحاولوا يقتلوا أكبر عدد منهم، لكن أعدادهم كانت كبيرة جدا لدرجة إنهم اكتسحوا المكان كله. وبتهرب الأنثى وبتطارد دان وموري، وبتنجح إنها تصيب موري بشوكة قاتلة من الشوك بتاعها. وبيحاول دان إنه يساعدها لكنها بتقوله إن الأوان فات ولازم ياخد معاه السم اللي اكتشفوه ويرجع بيه للماضي، ويحاولوا ينتجوا كميات كبيرة من السم ده ويرجعوا بيها تاني للمستقبل عشان يقتلوا الكائنات الفضائية. وبتهجم عليهم الأنثى الفضائية وبتخلص على موري. وفي الوقت ده بتكون آلة الزمن اللي بتنقلهم بين الماضي والمستقبل على وشك إنها تتدمر، لكن الجهاز اللي في إيد دان بينقله للزمن بتاعه قبل فوات الأوان. وبيرجع دان ومعاه السم اللي اخترعته موري، وبيحكي دان مع مراته إيمي اللي حصل وإنه شاف بنتهم في المستقبل، وبتقترح عليه فكرة ذكية جدا وبتقوله إن ممكن الكائنات دي تكون موجودة بالفعل في الزمن الحاضر، لكنها ظهرت في المستقبل نتيجة شيء معين خلاها تستيقظ وتهاجم البشر. وهنا بيبدأ دان يستعين بصديقه دوريان وبياخد منه مخلب كان جايبه من أحد الكائنات الفضائية، وبيروح بيه عند صاحبه جاتور وبيبدأ يحلل المخلب، وبيكتشف إن عليه غبار بركاني من منطقة معينة في روسيا. وبيستعين دان بأحد الطلاب اللي في الفصل بتاعه من الطلاب الشاطرة في أبحاث البراكين، وبيقدر يحدد من خلال الطالب ده المكان اللي ممكن يكون جاي منه الغبار الموجود على مخلب الكائنات الفضائية، وبيعرفوا إنه في روسيا في أحد الجبال الثلجية. وبيحاول دان إنه يتكلم مع رئيس الحكومة لكنه بيرفض إنه يقدم ليهم مساعدة عشان معلوماتهم غير مؤكدة. وبيبدأ دان يستعين بأبوه سليد وبيجهزوا نفسهم وبيسافروا في طيارة مع فريق من جنود المستقبل ومع أصدقائه جاتور ودوريان، وبيوصلوا للمكان الموجودة فيه الكائنات دي، وبيبدأوا يستخدموا الأجهزة الحرارية عشان يكشفوا عن مكانها، وبيستخدموا بعض المتفجرات عشان يفجروا بيها التلج الموجود عند مكان الكائنات دي. وبيدخلوا جوه سفينة فضائية مهجورة
كانت موجودة من آلاف السنين تحت التلج، وكانت الكائنات دي موجودة فيها، وما ظهرتش الكائنات دي إلا في المستقبل بعد ما حصل احتباس حراري في الجو أدى إلى إن التلج يسيح والكائنات تخرج، وبيدخلوا جوه السفينة وبيلاقوا مستعمرة فيها آلاف مؤلفة من الكائنات دي في حالة ثبات تام. وبيبدأ دان وأصدقائه يحقنوا الكائنات بالسم اللي أنتجته بنته موري من المستقبل، لكن في الوقت ده بتبدأ الكائنات تستيقظ من سباتها وتهاجم دان وفريقه بشراسة، وبتنجح الأنثى إنها تهرب خارج السفينة الفضائية. وهنا بيبدأ دان في مطاردتها، وقبل ما يخرجوا خارج السفينة ويدمروا العالم، وبيخرج دان عشان يبحث عن الأنثى، وبيضحي دوريان بنفسه وبيفجر السفينة الفضائية ويخلص من مستعمرات الكائنات الفضائية. لكن مشكلتهم الأكبر كانت في الأنثى اللي خرجت حرة طليقة في الصحراء الثلجية، وبيطاردها دان وأبوه سليد، وبتبدأ تهاجمهم بشراسة، وبينجحوا إنهم يصيبوها في عينيها، وبيتعاونوا مع بعض في إنهم يحاربوها. وبينجح دان الشجاع إنه يجرحها في رقبتها، وأخيرا بيحقنها بجرعة من السم المضاد ليها، وبيخلص على أنثى الكائنات الفضائية ويخلص من شرها. وبيرجع دان لبيته ومراته إيمي، وبيحضن بنته موري، والأول مرة بيتشرف إنه يعرفهم على أبوه سليد بعد ما نجحوا إنهم يهزموا شر الكائنات الفضائية مع بعض. ما تنساش تشترك معانا في القناة وتضغط لايك على الفيديو وتفعل جرس التنبيه عشان توصلك أحدث الأفلام الجديدة. أبطال الفيلم هم كريس برات اللي بيقوم بدور دان، وبيتي جيلبن اللي بتقوم بدور زوجته إيمي، وكي جي سيمونز اللي بيقوم بدور سليد، وإيفون ستراهوفسكي اللي بتقوم بدور موري. الفيلم من إنتاج 2021 وتم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية.